ظهور الفنانة الكبيرة عبلة كامل في برنامج صاحبة السعادة. وقبل الخبر من فضلكم لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم، أختكم محتاجة دعمكم. انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأخبار التي تؤكد ظهور الفنانة عبلة كامل في برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الإعلامية الفنانة إسعاد يونس في ليلة رأس السنة. وأثارت هذه الأخبار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفنانة عبلة كامل تغيب عن المشهد الفني منذ عدة سنوات، وسط تأكيدات من أكثر من جهة أنها اعتزلت التمثيل ولن تشارك مرة أخرى في أي عمل فني أو مناسبة. وأكد مصدر داخل برنامج صاحبة السعادة أنه لم يتم تداول كلام أو تسجيلات عن ظهور عبلة كامل ليلة رأس السنة مع الفنانة الإعلامية إسعاد يونس، لا أساس له من الصحة، بحيث لا يتم تسجيل أي لقاء لغاية دلوقتي مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل. وكان المنتج جمال العدل قد كشف خلال حواره في برنامج حبر سري التي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس حقيقة عودة عبلة كامل: مش هتمثل تاني ومش بكلمها، ولكن احنا اخوات واصحاب، وبقالي فترة طويلة بطلت تيجي الشركة عندنا، ولكن لم تقل لي حاجة. وأضاف المنتج جمال العدل إن عبلة كامل زارتهم في الشركة منذ سنوات عدة، وشعر وقتها أنها لم تمثل مرة أخرى، بدون أن تدلي أي تصريحات أو تؤكد أو تنفي شيئا، موضحا أن عبلة كامل في عز ما كانت بتمثل وبنعمل مسلسلات من إنتاجنا، كان صعب جدا إنك تعرف تكلمها في التليفون وترد، مشغلة ناس في البيت عندهم من الآخر كده ما تعرفش توصلها بالتليفون، وهي بتمثل كان صعب الوصول ليها. عبلة كامل ما قالتش مش همثل، ولكن هي ما فيش أجمل منها ولا خصوصية. انسحبت في نبل كبير، وهي لم تهن أحد، وانسحبت في هدوء، وعمرها ما قالت الفن حرام، وفي آخر أعمالها كانت محجبة، وهي فنانة جدا وما فيش شبهها. المعروف ان كان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل هو الجزء الخامس من مسلسل سلسلة دم.